من اكتر الحاجات اللي انا بستغربها في نفسي ان انا لما بحب حد بعمل له حاجات انا ما كنتش متوقع في يوم من الايام ان انا اقدر اعملها اصلا. بكتشف ان انا عندي كده قدرات ومميزات خارقه في ان انا ممكن احسن حياه اي حد بحبه، يعني خصوصا بقى لو كنت انا بحبه. لو انا بحبه كده بكتشف ان انا عندي قدرات في ان انا ازاي اسعده، ازاي اجدول له حياته واعمل له كده سيستم يمشي عليه يوصل بيه لنجاح عالي جدا. ازاي بقى انا اساسا نفسي بعمل في الخطه بتاعته حاجات تسعده، ازاي مثلا بدبر فلوس ولا بجمع فلوس ولا بعمل حاجات كتيره قوي كده تبسط الشخص. انا نفسي كده بتحول وبكتشف ان انا نفسي بستغرب ان انا عندي الطاقه دي لتغيير حياه اي حد اصلا، خصوصا لو كنت بحبه. وعلى فكره الموضوع مش بيقتصر بس على البنات، انا بكلمك بنات واولاد. انا لو بحب اصحابي معينين انا بكتشف ان انا عندي قدره معينه ان انا اسستم حياه صاحبي واحسنها له واجيب له الحاجات اللي هو عايزها، وافضل اقول له احنا نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ويعني طب وانا فاهم؟ طب انا ليه ما بعملش كده لنفسي؟ السؤال دايما كان بيشغل بالي طول الوقت في الفتره اللي انا بكتشف فيها ده، او بلاقي نفسي ان انا عملت حاجات كتير قوي انا كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا اعملها، بس انا عملتها عشان خاطر انا بحب الشخص ده. عشان خاطر بحب الشخص ده عرفت اجمع الفلوس الفلانيه، عشان خاطر بحب الشخص ده عملت له مليون حاجه حلوه. بس السؤال اللي كان بيشغل بالي طول الوقت، انا ليه ما بحبش نفسي؟ انا ليه ما بعملش كده مع نفسي؟ انا ليه انا ما استغلش القدرات اللي عندي دي واعمل كده مع نفسي انا؟ وخصوصا ان انا يعني بعد وقت طويل خالص وبعد استنزاف طاقة ومشاعر وفلوس كتيرة قوي في العلاقات اللي زي كده، انا اكتشفت ان انا ضعت. اكتشفت ان انا ما وصلتش اللي انا عايزه. اكتشفت ان الناس اللي انا بحبها وقدمت لها كل الحاجات دي، الحاجات اللي انا كنت مستنيها منهم هم راحوا ادوها لناس تانية ما بتقدم لهمش ربع اللي انا بقدمه، ما بتقدم لهمش 10% من اللي انا بقدمه. وقتها اكتشفت اصلا ان الحب مش بالحاجات اللي انت تعملها للشخص، بل بالحاجات اللي انت تعملها لنفسك. ايه الحاجات اللي انت هتطور بيها نفسك تجبر الناس دي كلها ان هي تحبك، تجبر ان اصحابك يكونوا عايزين طول الوقت يفضلوا على علاقه بيك، تجبر ان البنت اللي انت بتحبها تفضل طول الوقت حاسه ان انت فرصه لو ضاعت هي مش هتعرف تعوضها تاني، فاهم؟ وخصوصا انا بقول لك انا بعد وقت طويل خالص انا عملت حاجات كتيره للاشخاص دي. الحاجات اللي انا كنت مستنيها منهم، الحب اللي انا كنت مستنيه منهم، ان هم يعاملوني بنفس الطريقه اللي انا كنت بعملها بيهم، هي ما جاتليش. هي راحوا عملوا كل الحاجات دي واكتر لناس تانية ما بتقدم لهمش 10% من اللي انا بعمله. بس الفكره كلها ان الناس التانية دي عشان نكون صادقين مع بعض، لان انا صادق مع نفسي. وعلى فكره الكلام اللي انت هتلاقيه هنا صعب، الناس دي كانت افضل مني، الناس دي كانت بتطور نفسها اكتر، الناس دي كانت احسن مني، الناس دي كان شكلها افضل، كانت قيمتها في المجتمع افضل بكتير. يا جماعه والله العظيم فعلا انت لو عايز حد يحبك مش بالحاجات اللي انت بتقدمها له خالص. ايه الحاجات اللي انت هتعملها لنفسك هتجبره ان هو يحبك؟ وقتها انت لو قدمت له اي حاجه، حتى لو قدمت له اقل القليل، هيدي لك كتير وهيبقى عايز يحافظ عليك وهيديك مشاعره وهيديك طاقته وهيديك وقتك وهيديك وقته وهيبقى عايزك بص تبقى موجود على طول كده معاه. بس السؤال اللي انا كان بيشغل بالي بقى طول الوقت، انا وعلى فكره انا بنتكلم في حلقات كتير عن الناس التانية، بس خلينا نركز دلوقتي في محتوى الحلقه. انا ليه ما بعملش كده لنفسي؟ اكتشفت برضو يعني من ضمن الحاجات اللي وانا بدور كده وببحث مع نفسي، اكتشفت ان انا اساسا ما بحبش نفسي. طب انا ليه بقى ما بحبش نفسي؟ عشان خاطر انا طول الوقت حاطط في مخيلتي شخص عايز اوصل له. الشخص ده صعب ان هو يتحقق في ظل الظروف اللي انا عايشها دي، وخصوصا ان انا حاطط توقعات عاليه من نفسي. يعني ايه هادي الكلام ده؟ وضح لنا كده وانزل يعني بهدوء كده واتكلم كده زي ما نكون قاعدين مع بعض. طيب بهدوء كده، انا طول الوقت حاطط في دماغي ان انا اكون احلى جسم، حاطط في دماغي ان انا اكون معايا فلوس كتيره جدا في سن قليل، حاطط في دماغي ان انا لازم اوصل لاعلى مكانه ممكنه. كل الحاجات دي لما تيجي تشوفها في ارض الواقع تلاقيها صعب ان هي تتحقق، صعب ومرهقه. طول الوقت انت عايز تكون الممثل والمخرج واللي بتكتب، وعايز تعمل المسلسل بتاعك، وعايز تشتغل على قناه الجيمنج بتاعتك، وعايز مش عارف تعمل ايه وايه وايه وايه، في مليون حاجه كده انا عمال اضغط نفسي فيهم. ولما اجي على ارض الواقع وقت التنفيذ، وقت ان انا اعمل فيه الحاجات دي، انا بلاقي نفسي مش قادر اعمل كل ده. فالوقت اللي انا ما بلاقيش نفسي قادر اعمل فيه كل ده انا بكره نفسي. وطبعا في اللحظه اللي انت بتكره فيها نفسك انت ما بتقدرش تقعد مع نفسك، ما بتقدرش تقعد مع نفسك بعد ما حطيت عليها الاحلام الكبيره بقى. والناس بتوع التنميه البشريه واللي هو الناس كلها اللي انت عمال تسمع لها اللي هو ايه، اللي هو انت لازم تكون سوبرمان في كل حاجه ولازم تشتغل 500 ساعه في اليوم والحوارات دي كلها. انت لما تلاقي نفسك ان انت على ارض الواقع انت مش قادر تعمل كده، فبتلاقي نفسك كاره نفسك، مش عايز تقعد معاه. فبتعمل ايه؟ بتهرب بقى بكل انواع الهروب. انت مش قادر تقعد مع نفسك فعايز تهرب. انت لو اللحظه اللي انت بتخش فيها البيت وتسيب اصحابك، انت حتى اصحابك بالنسبه لك بيتحولوا لهروب. لما تيجي تنزل تقعد معاهم كده وترغوا في اي حاجه ولا في اي هلسه ولا تضحكوا، انت اوقات كتير خالص بيبقى مش عشان خاطر انت عايز تخرج مع اصحابك، انت عشان خاطر انت عايز تخرج من نفسك. انت مش عايز تواجه الحاجات اللي وراك، انت مش عايز تشتغل،
مش عايز تعمل اي حاجه، انت تعبان. انت الفكره كلها مش اراده يعني، عشان برضه هنبقى نتكلم كده بالتفصيل بعدين. لا، انت كل حاجه ان انت مش قادر تشتغل، مش قادر تعمل اي حاجه، انت عندك عبء نفسي شديد خالص، وطول الوقت في مليون صوت جواك بيقول لك ايه، بيقول لك الطريق صعب، احنا مش هنوصل، فاحنا عايزين نهرب، فننزل نقعد مع اصحابنا. مش قاعدين دلوقتي مع اصحابنا، قاعدين في البيت، عايزين نهرب، نمسك السوشيال ميديا، نتفرج على اي لايفات، نتفرج على اي هلس، نتفرج على ريلز، نتفرج على افلام اباحيه، نتفرج. كل واحد بقى وانواع الهروب بتاعته، وانواع الهروب دي بقى بتختلف من شخص للتاني، وعلى حسب الامراض النفسيه، وعلى حسب الحاجات اللي هو بيهرب منها. وكل ما كان الادمان تقيل وصعب، كل ما كان الشخص ده اصلا مبدع. يعني الناس اللي هي مدمنه مخدرات، ولا مدمنه مهدئات، ولا مدمنه اي نوع من انواع الناس اللي احنا بنشوفها السرسجيه اللي هي مدمنه ايس وبتمشي في الشارع، صدقني الولد ده كان في يوم من الايام عنده احلام عاليه. الولد ده كان عنده طموحات عاليه جدا، الولد ده عنده كميه امراض نفسيه كبيره وعاليه اتكونت جواه نتيجه لكده، هو بيموت من الحاجات دي كلها، فاهم؟ فانا بقول لك ان انا اكتشفت ده بعد بحث كتير خالص مع نفسي، وبعد الم شديد، وبعد تعب شديد، وبعد ما خسرت كل حاجه. يعني انت بعد ما بتصرف على الناس اللي انت بتحبها، وبعد ما بتعمل لهم كل اللي هم عايزينه علشان خاطر لا يا جماعه حبونا، احنا بنريحكم، انتوا مش هتلاقوا الراحه دي مع حد، بص رحت تلاقيهم راحوا ادوا كل الحب لناس تانية، والله العظيم ما بتعمل نفس اللي انت بتعمله. بس كل الحكايه ان الناس التانية دي بتعمل مع نفسها وانانيه مع نفسها بدرجه كفايه ان هم اتطوروا وتحسنوا لدرجه ان هم بيبقوا احسن منك. فلما بيبقوا احسن منك هم قعدوا يقارنوا مين فيهم الاحسن. طب خلاص هنروح لده، طب ما انا اللي بقدم لك اكتر، طب ما انا اللي بعمل لك اكتر، طب ما انا اللي بحبك، طب ما انا اللي عملت لك، طب يا صاحبي طب ما انا اللي كنت جنبك في المشكله الفلانيه، انت ليه رايح تصاحب الضابط اللي هو اساسا بيعتبرك مرمطون ورايح تخدمه؟ وانا لما قلت لك تعالى وصلني في الحته الفلانيه بالعربيه قلت لي لا والله العظيم انا كذا. انما الضابط صاحبك الضابط التاني، عشان هو الموقف ده حصل معاه، واحد صاحبي يعني في واحد تاني صاحبنا ضابط ما بيعملوش اي حاجه، انا بعمل له كل حاجه، راح خدمه. فاللي هو بشكل عام يا جماعه احنا لازم نعمل لنفسنا، احنا لازم تحب نفسك. انا عايز ارجع لموضوع الفيديو عشان خاطر بس ما اعرفش، وعشان خاطر احنا نبتدي نتكلم في خطوات عمليه انا لما طبقتها انا بدات انفع، وانا القناه دي هستخدمها في ان انا بخرج اللي جوايا، ومنها استمر على نفس الخطه. وعايز ناس معايا في الكومنتات، ناس معايا تتكلم، ناس نبقى نتناقش في المواضيع دي كلها، ناس نتطور من بعض، نحسن من بعض، حتى ان شاء الله نبقى نعمل لبعض جروب او حاجه زي كده. بشكل عام انا زي ما بقول لك، انا بعد المعاناه دي كلها، طب انا ليه ما بعملش كده لنفسي؟ طب انا ليه بهرب؟ طب انا عمال بهرب من مشاكلي ليه؟ وتبقى قاعد بقى على النت في الوقت اللي انت بتهرب بيه، والله العظيم يعني انت حطيت توقعات عاليه في نفسك، التوقعات العاليه دي انت مش عارف تنفذها على ارض الواقع، والناس وتخش بقى على السوشيال ميديا تبص تحسسك ان الناس كلها تحسسك ان ده عادي، ان انت لازم تبقى كده، انت لازم تبقى سوبر مان، لو ما بقتش سوبر مان فانت فيك حاجه غلط. فانت وانت بتقلب على السوشيال ميديا في اللحظات اللي انت بتهرب فيها، يعني انت بتهرب فيها من نفسك، تفضل عقلك اللاواعي غصب عنك بدون ما انت تكون حاطط في دماغك ان انت بتعمل كده، يفضل يعمل عمليات مقارنه بينه وبين الناس التانية، بينه وبين واحد تاني شغال في دبي بياخد في الشهر 50,000 جنيه وشغال نفس شغلانتك اللي هنا، وانت هنا شغال بتاخد 3000 جنيه. فانت تفضل تعمل عمليات المقارنه دي اللاواعي، فطول الوقت كده تحس ان انت عايز تهرب من نفسك اكتر. فكل ما تهرب من نفسك اكتر تحس ان انت بتكره نفسك اكتر، تحس ان انت نفسك دي يعني حتى الحاجات البيزك العاديه، انك انت تنزل جيم ساعه بتقيله عليك. ليه؟ لانك انت حتى طول الوقت وانت بتفتح السوشيال ميديا عمال تقارن نفسك باجسام خزعبليه، وواحد مش عارف يتحول في 3 شهور مع بنت كوتش، مش عارف كوتش دي دربته مش عارف وصلته من هنا لهنا، ولا في كوتش تاني دربه وصله من هنا لهنا. انت يا باشا، انت معكش ثمن المكملات اللي هو بياخدها، انت معكش ثمن الراحه اللي هو بياخدها، انت ما بتشتغلش الشغلانه بتاعته، انت ابوك مش ابوه، انت قصتك مش قصته. هو يا باشا طول الوقت عنده مالتي فيتامين، وعنده كرياتين، وعنده بروتين، وبياكل نسبه بروتين فراخ، وبروتين الكواليتي بتاعته عاليه، انت ما بتاكلهاش. فطول الوقت انت كهادي عمال تقارن نفسك بالناس اللي عملوا ترانسفور، اللي هو الناس اللي عملت تحول، اللي هو ده في 3 شهور وصل لكذا، وانا بقى لي سنه ما وصلتش. يا ولد وانت بتاكل نفس البروتين بتاعه، وانت بتشتغل نفس شغلانته، وانت بتاخد الفلوس من ابوك زي ما هو بياخد الفلوس من ابوه. طيب هو انت معلش يعني حتى لو هو ما بياخدش فلوس من ابوه، انا على فكره عادي كده، طب حتى لو هو بيعرف يعمل فلوس بطريقه ما، هل انت زيه؟ لا خالص. انت كل واحد فينا ليه مميزاته وليه طريقته وليه حاجته، بس عمليات المقارنه اللي بتقوم بيها وقت اللي انت بتهرب بيه من نفسك ده صعب، التوقعات العاليه اللي انت حاططها في نفسك صعب. الحلقه الجايه بقى انا هبتدي اتكلم في حاجات عمليه عن، وبس عايزين نتناقش برضو في الحلقه دي عن ازاي تركز في النهارده وبس. وعلى فكره الحلقه الجايه انت هي مضمونه ان انت تركز في النهارده وبس، عشان تبقى فاهم بس اللي هيحصل في الحلقه الجايه، بس هيبقى فيها حاجات وتركات نفسيه عاليه، وكل شويه هنخش بالعمق مع بعض علشان احنا نبطل الادمانات اللي احنا بنعملها. الافلام الاباحيه اللي انت بتتفرج عليها بالليل دي يا باشا، انت بتتفرج عليها غصب عنك، يعني فاهم، انت بتتفرج عليها غصب عنك وهي مش بارادتك، ده بجد. المهدئات اللي انت بتاخدها، الحشيش اللي انت بتشربه مع اصحابك، السجاير،
الحاجات دي كلها في حاجات، في اوقات كتير خالص بتعمل الحاجات دي غصب عنك. يعني في اوقات كتير بتعملها غصب عنك، في اوقات كتير خالص انت بتعملها علشان خاطر تهرب من شيء. انا عارف ان ممكن الكلام ده بقى يدخلنا في مهاترات، وان لا ده اللي بيعمل كده غلط وبتاع. انا معاك، واحنا هنبقى نظبط كل الكلام ده قدام، وقدام هتفهم مني انا اقصد ايه بالظبط. بس يعني انا نبتدي الحلقه دي بحاجه كده بسيطه. ويعني القناه دي انتوا هتلاقوها عشوائيه جدا، في فيديو هتلاقوه متمنتج، فيديو تاني هتلاقوه مش متمنتج، فيديو هتلاقوه فلوج، فيديو هتلاقوني بتكلم فيه عن الرياضه، عن حاجه نفعتني. قناه بتاعتنا، قناه اسمها هادي اسامه، فاحنا هنتكلم فيها عن كل الحاجات اللي انا بشوفها في حياتي، كل الحاجات اللي احنا بنواجهها.